اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر ات باشن بوينت، وعوده الابن الضال محمد تهامي. ازيك يا طارق، ايه الاخبار؟ ويلكم باك يا باشا. اخيرا باك تو ذا ستوديو. اخيرا باك تو ذا ستوديو. كفايه زوم كولز بقى، كفايه. عامل ايه يا باشا؟ كله تمام. ادينا نبذه كده على الحاجه العظيمه اللي حصلت لك. بقيت منتور في دبي وبتاع. ده كان I was invited في مؤتمر كانت منظماه وزارة التربية والتعليم في دبي. هو عن التكنولوجيا والابتكار، بيزرعوا في عقل الولاد من هم لسه صغيرين خالص فكرة ريادة الأعمال والابتكار والاختراعات ودعم رهيب من الحكومة. وكان على أحد فعاليات المؤتمر ده حاجة اسمها The Next Founder Competition. كان في حوالي 25 ستارت اب، شباب منهم برضو شباب من الجامعات، بيعملوا مشاريع مختلفة. وفي آخر يوم بيبقى فيه لجنة تحكيم، هم بيعملوا قدامها بيتشنج وبياخدوا سكورينج وبيدوا جايزة لأحسن مشروع وأحسن فكرة مشروع. أحلى حاجة حصلت بقى في القصة دي كلها إن الستارت اب اللي أنا عملت لها منتورنج كلوزلي فازوا بالمركز الأول يا راجل في المسابقة. فدي كانت يعني ساتسفاكشن رهيب بالنسبة لي. أنا كنت مسافر وتاني يوم هم كانوا بيعملوا، وانا في الطياره كانوا بيعملوا حفله توزيع الجوائز واعلان الفائزين وبتاع. فايلاندد وبعت مين اللي كسب وبتاع، فقالوا لي اللي كسب هي الشركه الفلانيه. فانا اتبسطت جدا ان دي اكتر شركه كنت انا مركز معاها اثناء الايفنت يعني. عاش والله. بس الحمد لله. هايل يا تهامي. يعني طب حلو الموضوع ده. عايزين نبقى نعمل مرة حلقة عن اللي هو لو انت عايز تهيئ اولادك في البيت مثلا او كده، ان هم يبتدوا يادابتوا الستارت اب مايند سيت من هم صغيرين دي. طبعا. اوكي، تيكينج نوتس، حلقة في المستقبل ان شاء الله. بس النهارده الحلقة بتاعت النهارده هنتكلم فيها على الكوتشنج والمنتورشيب. الكوتشنج والمنتورشيب هي حاجة قديمة قدم الازل. يعني هو فكرة ان انت تروح تهاير كوتش او منتور عشان يساعدك في ان انت تطور البيزنس بتاعك او تطور حياتك الشخصيه او كده يعني. طيب احنا طبعا هنتكلم النهارده سبيسيفيكلي على الحته بتاعت البيزنس، مش هنتكلم على البيرسونال سايد منها قوي. فالاول قول لي، هو في different types of coaching؟ يعني انت لو انا دلوقتي راجل ببتدي البيزنس بتاعي مثلا الابتسامه دي انا خفت. لو انا دلوقتي راجل ببتدي البيزنس بتاعي في رحله البيزنس بتاعتي، هل في different types of coach؟ يعني في مدارس مختلفه مثلا؟ بص، هو الموضوع ده بقى ايه، مجهد نفسيا جدا. يا ساتر. هو في اصل يعني فعلا في كميه فلسفه غير عاديه. أوكي. ايه الفرق ما بين الكوتش والمنتور والفاسيليتيتور واللي مش عارف ايه؟ أوكي. بغض النظر عن المسميات والتعريفات العلميه، بالنسبه لي ليتس اجري كده في البودكاست النهارده او في الحلقه النهارده ان لما نقول كلمه كوتشنج، يعني انت هتقعد 1 on 1 مع بني ادم. اوكي. 1 on 1 هيسمع منك ويدي لك ايا كان بقى. لان في ناس تقول لك الكوتش ما بيديش نصيحه او توجيه، هو بيسالك وانت اللي بتطلع الاجابات، انما المنتور بيقول لك اعمل وما تعملش. والقصه بقى ايه؟ اوكي. بغض النظر بقى، مش هنخش في الفلسفات المعقده دي. هو انت بتشوف بني ادم علشان يشتغل معاك 1 on 1 تحقق حاجه معينه. اوكي خلاص. فدي هنقول عليها اول ما نقول كلمه كوتش يبقى ده المقصود. ماشي. مش المقصود بقى تعريفات السوق والكوميرشال ويعني ايه كوتش وفرق ما بين الكوتش والمنتور والقصه دي. هو انت محتاج في رحلتك يا اما هتتعلم وتطبق بنفسك، يا اما هيبقى معاك واحد جايد، منتور، كوتش، ايا كان يشتغل معاك 1 to 1 علشان تحقق الاوبجيكتيف بتاعك. اوكي. انا اول مره اعرف اصلا ان المسميات دي الناس بتستخدمها عشان تدل على حاجات مختلفه. تخيل. انا فاكر انها مجرد مسميات يعني. اصل الكوتش يعني الجايد هو المنتور برضو، يعني ما فيش يعني. لا اوعى تقول الكلام ده، زعلوا قوي. زعل حرب يعني تقوم عليك. طب انت الستايل بتاعك انت لما بتعمل 1 on 1؟ انا منتور، او يعني انا بقول اعمل وما تعملش. لو ما سمعتش كلامي مش هكمل شغل معاك. اوكي. انما لسه هقعد بقى اسالك اسئله واطلع من جواك وانت اللي تاخد قرارك وبتاع. انا مش هستنى الكل ده هنا. طب الناس بتزعل منك يعني؟ انت لو جيت في مره مرات قلت له لا بقول لك طبعا يس يعني في ناس يعني ساعات بتتنشن في الموضوع ده يا راجل. يعني اللي هو احنا عاوزين نحكي كده يعني سيبني فضفض. لا انا ما عنديش وقت ان انا انت جاي لي اصل. بص لما تيجي تشتغل معايا 1 to 1 فانا سمعتي على المحك. اصل انت في الاخر لو ما جبتش نتائج مش هتروح تقول للناس اصل انا كنت بتدلع. هتروح تقول لي انا عملت كوتش مع تهامي وما عملش حاجه.
صح بالظبط، ما جابش النتيجه. فلا انا هسيبك قبل ما انت تقول الكلام ده بقى. يعني انا هقطع الريليشن او هوقف الكوتشنج، او لو انت مش بتسمع الكلام اقول لك شكرا مع السلامه، علشان انت هتروح تشتم تقول انا عملت معاه كوتشنج وكان متعجرف وكان مغرور جدا وما كملش معايا قول كده، لكن ما تقولش انا كملت وعملت معاه بروجرام وما وصلتش لحاجه في الاخر. اوكي تمام. هي دي فعلا بتبقى اللي انت بتقوله ده فعلا بانديميك. يعني انا كم من الناس اللي اعرفهم اللي في مجالات مختلفه يعني عملوا كوتشنج مع ناس، اللي هو بيروح لحد وعايز اعمل كوتشنج يقول له اتفضل تعالى ويعمل البروجرام كامل، تيجي اخر البروجرام وقد يو هاف تو شو فور ات، ولا حاجه، مفيش تطور، مفيش تقدم، مفيش اند برودكت، مفيش اي حاجه، خلاص خلصت يعني. فكرة ممكن يكون البني ادم هو مبسوط، يعني اللي جاي بيعمل معاك كوتشنج هو مبسوط، هو جاي عايز حد يفضفض معاه، هو مش عايز ياخد اكشن، بس حد يسمعني، عشان مفيش حد بره بيسمعني. ف some schools بتاكسبت ده. انا دوري ككوتش اعمل لك ايه الاجنده بتاعتك ايه، انا I will follow الاجنده بتاعتي، انا ما عنديش اجنده معينه، اللي يريحك انت انا هعمله وهساعدك فيه. فانت عايزني العب دور المستمع، انا هلعب دور المستمع، وانت تدفع لي فلوس عشان اجي اسمعك وانت بتفضفض على مشاكلك. فبالنسبه لهم اتس فاين، هو ده اللي الكاستمر عاوزه. فانا اللي سألهم، انا بعمل بزنس كوتشنج، فبزنس يعني انت عايز تأتشيف نتيجه معينه، فهنشتغل عليها مع بعض. هقول لك اعمل 1 2 3، يا هتعمله يا ما هتعمله، مش هتعمله خلاص. ما انت واتس ذا يعني بيربس ان انت تقعد بزنس فيه فضفضه يعني. طب بيرفكت. قول لي ما مدى اهميه الكوتشنج؟ يعني انت متصور ان انت في رحله الشخص اللي مثلا خد الاكسلريتور دلوقتي، او حد بيبتدي الرحله بتاعته بايا كان الشكل، يعني ما مدى اهميه ان هو في يوم من الايام يعمل كوتشنج او يعدي على منتور او كده؟ السؤال ده عبقري، وانا هقوله لك انا شخصيا بحتاجه ازاي. انا ببدا اي رحله عايز احقق اي هدف، ببتدي الاول ادور على شويه فري كونتنت كده. يعني اقرا كتاب، اشوف فيديوهات على يوتيوب، وابتدي اشوف الموضوع كده عامل ازاي. لقيت ان الموضوع شدني وعايز اتعلم اكتر وعايز كذا، مش يعني انا اللي عايز اعمله بنفسي، مش محتاج اهاير حد يعمله لي. فبشوف كورس بيد، تبقى حاجه كبيره شويه غاليه شويه، اخش اتعلم مع حد مشهور في المجال ده، في ايا كان هو فين في العالم، بشترك الكورس بتاعه وببتدي اتعلم، وابتدي اطبق اللي هو اتعلمه، اللي انا بتعلمه. ودي مهمه جدا، يعني كنا بنشتري كورسات ما بنعملش بيها حاجه، بس انا بشتري كورسات وبطبق اللي انا بتعلمه، وبوصل لليفل معين. اول لما بلاقي نفسي مش عارف، مهما اخد كورسات بقى، يعني انا خدت كورس ووصلت الليفل معين، رحت خدت كورس تاني عشان عايز اعلى، ما لاقيش بقى العلو ده، طب اقرا كتاب تاني، طب اجيب كورس تالت، الاقي نفسي ستيل في سيلينج. مهما اخد كورسات بقى مش عارف اعدي خطوه كبيره، وصلت لسقف النمو، يعني السقف او البروجرس بطيء، في حاجه مش فاهمها. يعني في حاجه واضح ان انا ما اعرفهاش لسه. بروح اخد 1 تو 1 مع حد، وبيحصل البريك ثرو افري سنجل تايم، ده بيحصل. في مساري كله من ساعه ما ابتديت، ببدا الاول سيلف ليرنينج لحد ما اوصل لسيلينج، انا احس ان انا مش عارف اعدي، اخد 1 تو 1 مع حد يوريني البريك ثرو، الحته العاميه اللي انا مش شايفها، او ايه اللي في التطبيق انا مش مركز، او يعني اصل في حاجات كتير قوي، ودي بشوفها حتى مع الناس اللي بياخدوا الاكسلريتور وكده، بيبقى فاكر ان الحته دي تافهه، مش هي دي يعني، لا نعمل حاجه تانية. تطلع دي بقى اللي انت مستتفهها دي، هي دي السر كله. لحد فيجي منتور يقول لك انت ازاي مش شايف دي، او يشوف فيك بوتنشال انت مش واخد بالك منه، انت ازاي ما عملتش كده، you should do this، فبتعمله. واحيانا كتيره جدا جدا، ودي انا شفتها مع منتورز كتير اشتغلت معاهم، هو ما قاليش اي حاجه انا ما اعرفهاش، كل اللي قاله انا عارفه، بس الفكره يا اما انا كنت مأجل تطبيقه، يا اما مش مقتنع ان تطبيقه هيعمل فرق كبير، يا اما بسوف تطبيقه لان عندي مشاغل تانية. لحد ما يجي منتور يقول لي انت لازم تعمل دي الاسبوع الجاي، فاقوم عاملها، فيحصل البريك ثرو. وممكن يكون بيديك فاليديشن برضو ان انت ماشي صح. طبعا طبعا بالتاكيد، بس يعني بقول لك انت بتوصل برضو لمرحله at a certain point بعد سنين خبره طويله، ان المنتور ممكن ما يضيفلكش معلومه كبيره، بس هو يديك توجيه او دايركشن، ويحط ايده على حتت عاميه او جابس او حاجات المفروض تعملها انت ما بتعملهاش او مأجلها بقالك كتير. لما تلاقي واحد بقى فوق دماغك، المفروض انت هتريبورت ليه كل شويه البروجرس بتاعك، تلاقي نفسك بتعمل تقدم رهيب. الليب مش مجرد بقى بروجرس ضعيف، لا نقلة تانية خالص. انت عارف انا في الكوتشنج لما بعمل كوتشنج لحد في موضوع الكتابة ده، انا بحس ان يمكن طبعا اللي انت بتقوله كله ابليكابل، بس في حاجة اكتر شوية يعني بالنسبة لي، يمكن عشان الكرافت مختلفة، يعني بشوفها البلايند سبوت.
يعني هو ممكن يكون في ناس بتبقى دارسه كويس، بس هو ما فيش كورس كومبريهنسيف 100% يعني، بيبقى جاي وفجاه ايه ده، بشاور له انت ازاي ما بتعملش كذا، وبيندهش جدا، هو انا المفروض اعمل ايوه يا باشا انت المفروض تعمل. فالبلايند سبوت دي بالنسبه لي هي يعني انا في الكوتشنج بيبقى اللي هو اللمبه اللي لما بتنور، عارف اللي هو انا ازاي ما كنتش واخد بالي من المصيبه دي قبل كده. طب حلو، انا بقى دلوقتي عايز اعمل كوتشنج والبحر واسع ومليان سمك وفي 1000 مليون كوتش في العالم، بجيب منين الكوتش بتاعي؟ ادور لوكال ولا ادور انترناشونال؟ ادور بالسعر ولا ادور بالسابقه الاعمال؟ يعني قول لي انت بتعمل ايه. بص، هي طبعا هي دي السعر هيبقى فاكتور كبير، لان الكوتشنج اللي مع حد هيعمل معاك فرق هيبقى غالي. عشان كده هو في قمة الهرم بتاع البروجرس او الاديوكيشن او ايا كان هنسميها ايه، دي اغلى حاجة. يعني في ناس كتيرة جدا مثلا بتبعت لنا انا عايز اقعد مع تهامي استشارة اخد رأيه في فكرة مشروعي. لما بيسمع السعر بيتصدم. هو بيتصدم، وبعدين ساعات بقى في نزعة كراهية كده، ليه يعني هدفع كل ده؟ ما انت عايز تقعد 1 to 1. ما هو في بقى بروجرامز تانية، في كورسات خش اتعلمها، اتفرج على الكورس، ولما تتعلم في الكورس هتعرف اجابات اسئلتك. انت عايز تعمل شورت كات وعايز تقعد في نصايه كده، ما هو الشورت كات دي بقى ليها ثمن. انت ما تقعد هوفر عليك سنين خبرة طويلة ومستيكس وحاجات في طريقة تفكيرك مش مظبوطة وحاجات عيوب في الايديا اللي انت مطلعها مش كويسة، ده له ثمن. فانت لما تيجي تفكر ان انا عايز كوتش، ما تفكرش ان دي حاجة رخيصة يعني. ولو لقيت كوتش رخيص يبقى هو على قد ايه اللي هتدفعه، على قد ما هتاخد. لان في نوعين، في كوتش ما عندوش الاكسبيرينس، بس هو ممكن يكون يعني عنده سكيلز، يقدر يسألك أسئلة معينة، كوتشنج سكيلز، بس إنه هو مثلا يعني، ودي بستغربها جدا، بلاقي بيزنس كوتشز كتيرة ومشهورين وهو لسه موظف لحد النهارده. بس هو درس كوتشنج وعنده الأدوات، لأنه لما في كوتشنج سكولز لما بيدرسوا تولز في أي حاجة، يقدر يطلع يعمل ريليشن شيب كوتشنج، يعمل بيرنتنج، يعمل بيزنس، يعمل لايف كوتشنج، يعمل أي حاجة. حط لي الجول، انت عاوز ايه جول وانا هشتغل معاك. اوكي. مش لانه مش بيوجه، مش بيدي نصيحة، هو بيسألك اسئلة يخليك تطلع اجابات من جواك وخلاص. فده يعني الله اعلم بقى هيضيف لك مش هيضيف لك، بس انا دايما when I seek a coach او mentor بشوف حد سابقني عامل اللي انا عاوز اعمله، ده رول موديل بالنسبة لي. يعني هو في حتة انا عايز ابقى هناك، لان انا عايز خبرته، مش بس عاوز الأسئلة اللي هيسألها لي أو إنه يبقى سيرتيفايد أو كذا. فأنا بشوف بدفع للي سابقني في الحتة اللي أنا عايز أروح. يعني دي مهمة جدا، دي فارقة. ما تدورش على اللي هو الأرخص، هو ده إيه ده السيشن بتاعته ب 300 جنيه، ده على قد فلوسي وهقعد معاه وهيساعدني. على قد ما هتدفع على قد ما هتاخد. 300 جنيه ده خبرته إيه، عمل إيه، يعني بيوعدك بإيه. طب رياليستيكلي سبيكينج كده، هو انا ممكن لو افترضنا مثلا انا دخلت ببص عايز اعمل كوتشنج، وبعدين يعني جه في دماغي ان انا اروح للتهامي، وبعدين جيت لقيت التهامي مثلا السيشن بتاعته باكس رقم كبير قوي، فقلت طب انا ممكن اعمل سيشن واحده. رياليستيكلي سبيكينج مع تهامي او غيره، وان سيشن كفايه ولا يعني استنى لما ابقى اقدر اعمل بروجرام او حاجه زي كده يعني؟ بص، ما هي it depends انت عاوز ايه. يعني ممكن تبقى كفاية لو انت عندك مثلا شغال في البيزنس وبتبيع وبتاع، بس في حاسس ان في حاجة غلط، يعني مش عارف ليه الدنيا مش ظابطة، فهتقعد معايا هقول لك ايه اللي مش ظابط فيها. فانت هتبقى عرفت المشكلة فين، فهتروح تحلها، او هتقول لا طب انا عايز مساعدتك بقى نكمل، وانا يعني الحتة المشكلة دي جديدة عليا بصراحة، يعني ممكن مش عايز التوجيه في التعامل معاه. اوكي. فهنتفق ان احنا هننجيج في حاجه لونج تيرم كونتراكت اكتر من كده. اوكي. فبتبقى دايما حسب الموضوع. في حد بقى لا انا عاوز بقى كوتشنج عشان ابدا بيزنس اصلا، فهي رحله بقى طويله وهتاخد وقت، مش هتتعمل في 1 سيشن بالتاكيد. هنعمل بقى كذا سيشن عشان نعمل ده. فديبيندز على السيتويشن. يعني انت ممكن تكون شغال كويس، الدنيا تمام، وفجاه الدنيا وقعت وانت مش فاهم ايه السبب، فهي 1 سيشن نعرف ايه السبب ونجيت ثينجز باك اون تراك. اوكي.
وهكذا. طب حلو، ده بيسجوي بقى للكويشن اللي بعديه على طول. هل انت بتحضر نفسك لدخلة الكوتشنج يعني مش از كوتش ككلاينت بتاع الكوتشنج، بتحضر نفسك للكوتشنج بشكل معين عشان تستفيد؟ يعني ايه الحاجات اللي لازم هسألها؟ هل الاجابات اللي مش هخرج من هنا غير لما اعرف اجابة السؤال ده، ولا انت بتخش جو with the flow؟ يعني انا بحاول ادور على لو في فورمات او تمبليت ممكن الناس اللي بتستمعها يعني تستخدمها لما يجي يعمل اي كوتشنج عشان يتاكد ان هو خد الفاليو اللي هو عايزه. بص انا اهم حاجه بالنسبه لي انا شخصيا، انا باجي اعمل كوتشنج مع حد مفيش مجال للمرقعه مبدئيا. يعني انا دافع للراجل ده مثلا مبلغ ام انجيجنج معاه، فانا ده برايورتي دلوقتي. مفيش مجال بقى ان انا هروح للسيشن اللي بعده اقول له معلش اصل حصل لي الاسبوع اللي فات ظروف ما لحقتش اعمل اللي اتفقنا عليه، قول لي بقى حاجه جديده كده وانا هضيفها على القديم واشتغل. الكوتش يعني حقه ان هو يقول لك اقفل الكول، خلص اللي فات الاول وبعدين تعالى نتكلم. اوكي. فانا لما بانجيج في كوتشنج بروجرام مع حد تقيل، فانا ببقى ده اولويه قصوى، واللي بيقول عليه هيتنفذ من بين السيشن والسيشن، ما فيهاش هزار. فدي اول حاجه. غير كده بقى ان انت بتبقى داخل في اسئله انت محتاج اجاباتها. يعني انا عندي مشكله في الحته دي، انا عايز ازود سيلز في حته معينه، عايز اظهر البراند بتاعتي بطريقه معينه، عايز اتعلم حاجه معينه. فهو طبيعي انت بتبقى داخل عندك الاوبجكتيفز دي عاوز تحققها من السيشنز. بس دي التوتالي ديبندز على الكيس والسيناريو وبتاع. بس في اسئله انت محتاج اجاباتها. بس ان اديشن اللي هيعمل الفرق الحقيقي ان انت داخل بتدي ده اولويه قصوى. ومفيش مجال للمرقعه، مفيش مجال ان انت تقول اصل حصل كذا، اصل انشغلت في كذا، اصل عملت كذا، اصل ممكن ناجل السيشن عشان انا حصل لي ظرف فنأجل السيشن اللي بعده الاسبوع اللي بعده، وتقعد تماطل وتمط. ده كده انت كده ايه، ضيعت فلوس. اللي هيتقال هيتعمل. لازم مفيش تفكير يعني عشان تبقى انت استفدت استفاده قصوى. لان خلي بالك برضو دي بتاثر على نفسيه الكوتش. يعني انا ما بشتغل مع حد بلاقيه خلص واكسيدد كمان اللي احنا اتفقنا عليه وعمل حاجات زياده، نفسي بتتفتح. ده انا بص ادي لك كل اللي اقدر عليه. انما لا واحد بقى ايه كل سيشن اللي طب ناجل، طب نعمل، طب انا ما لحقتش اخلص دي، ماشي انت قفلتني على يدي حافظ الكلام. قفلتني. بتبقى صعبه فعلا الحقيقه. المشكله عارف اكبر مشكله يعني انا شخصيا، انا في ناس كنت بعمل لهم كوتشنج كنت باجي اقول لهم بص خد فلوسك يعني بجد والله انا مش عارف اساعدك، لان انا بقول لك اعمل التاسك وانت مش راضي تعمل التاسك، او كل مره تيجي تعملها وبنضطر نعيد تاني نفس التاسك اوفر اند اوفر اجين. عشان مشكله الناس دي انا عاده بقول له انت المشكله اللي عندك ملهاش علاقه بالتكنيكاليتيز. يعني انت هنا بقى انت عندك مشكله تانية، ممكن تكون عندك زي ما نقول سايكولوجيكال بارير او حاجه زي كده. بالظبط. دي مهمه جدا. يعني انا مثلا ساعات ببقى مع حد ويقول لي انا الحقيقه نفسي اعمل الحاجه دي، بس انا الحقيقه يعني انا الفتره دي ماليش نفس، مش قادر، ما عنديش، حاسس ان انا ما عنديش طاقه وبتاع، بس انا نفسي اعمل فلوس كتير باقل مجهود وباقل بادجت اعمل يعني ربنا يوفقك. ما هو انت مش هشتغل، مش هشتغل لك. ايوه بالظبط. يعني ايه، ما انت عندك الكاباسيتي والانرجي اللي تحطها ورا حلمك والهدف اللي انت عايز توصل له. لكن انا دوري مش ان انا اعالج السايكولوجي. في كوتشز ده دوره يشوف ايه الليميتنج بليف اللي عندك، ايه البلوك اللي مش خليك مش عارف تتحرك. ده لو احيانا كتير بيبقى نفسي. يعني انت حتى في الكتابه هو انت بتقول له انت بالنسبه لك الكلام ده بسيط، يعني هو في بقى بلوك نفسي كده هو جواه، ومش دورك ان انت تكتشفه. ده عايز واحد ممكن عنده خبرة تانية مختلفة، فبقى اللي بيعالج الليميتنج بليفز والكلام ده ليه كوتش تاني. انما انت هنا بشتغل في الاكسبرتيز بتاعتي، انا بعمل بيزنس، بعمل رايتنج، بعمل كذا، فانا بدي لك الباث اللي انا اعرفه. مش هتخش معاك دي في حاجات بيرسونال ايشوز وحصل لي وحصل لك واتخانقت مع جوزي امبارح واتخانقت مع مراتي واصل ابني ساب البيت هتعاطف معاك وهقدر ان انت عشان كده ما عملتش اللي وراك، بس انا مش هقدر اساعدك. بالظبط. الحته دي برايا. طب خليني اسالك سؤال كده، انا عايز اعرف حاجه اللي توهمي شخصيا. يعني ممكن يكون الكوتشز بيختلفوا في الموضوع ده، بس انت شخصيا يعني لو جالك واحد، لو انا جاي لك مثلا بقول لك يا تومي انا عايزك تعمل لي كوتشنج، انا بعمل مجات مثلا، تمام، وانت شفت البرودكت وحسيت ان هو ايه البرودكت التعبان ده، يعني انت اللي هو البرودكت نفسه، يعني انت توهمي ما تشتريهوش، انت فاهم؟ بس ممكن يكون في حد هيشتريه. يعني هل انت بتكمل في
بروسس عادي ماشي تعالى وهنعمل لك كوتشنج وهقول لك ايه المشكله وازاي تماركت ولا بتهايلايت ده؟ يعني ممكن تيجي تقول له لا مثلا يعني غير برودكت مثلا او تصلح، هل بتديله يعني بتحط الجادجمنت بتاعك او التاتش بتاعك ولا لا؟ بص، هو صعب ان انا يعني اعمل كوتشنج لحد البرودكت بتاعه انا اشتريه. ممكن ما يكونش انا مش عايز اشتري، يعني انا ده مش ذوقي، بس ممكن ذوق زي ما انت قلت ذوق الناس تانية. ففي البيزنس انديكيتورز مختلفه غير رايي. فمثلا فور اكزامبل هنرن اعلانات معينه هتودي 1000 بني ادم على اللاندنج بيج اللي فيها المجات دي. لو ولا واحد اشترى يبقى البرودكت ده زي الزفت. هقول لك انه زفت، وهقول يعني، او مش هقول لك انه زفت، هقول لك ان اتس نوت وركينج. تمام. بس لو انا بقى شايف فيه بقى ميجر ايشوز، مش رايي بقى في المج او كده، شايف مثلا هو مصور المجات وحش جدا، تمام، الصور وحشه، فهقول لك الصور وحشه. this definitely affecting السيلز بتاعتك، ما ينفعش تظهر بالمنظر ده، حسب انت عاوز تعمل ايه. وهقولها لك برضو من ناحيه تانية، يعني لو البيزنس هو اصلا على قد حاله هي كانوت افورد يعمل كوتشنج معايا اصلا. اوكي. فهو مش لان هو الحدوته كلها بسيطه للغايه، هو فمش هيقدر يوصل للحته دي. بس هو لو هي في كان افورد ذن البيزنس بتاعه فعلا ممكن يكون بيجنريت ماني، بس هو عايز ياخده تو ذا نيكست ليفل. فما اقدرش انا اجي بقى هو بيكسب فلوس وبيبيع وعنده الشريحه والجمهور بتاعه، ما ينفعش انا اجي اقول له لا البرودكت ده مش عاجبني غيره عشان انا مش عاجبني انا مش لا اكيد لا. صح تمام. لكن بيبقى في مثلا ميجر ايرورز انا ممكن اشوفها قبل واضحه جدا لازم تتعدل، زي مثلا موضوع الصور ده. او ان تعالى احنا لا رايي ولا رايك، تعالى نفاليديت ندرايف ترافيك ونودي جمهور للمنتج ده. ولو انا بقول لك مش عاجبني وانت عاجبك وعايزين حد فيصل، خلينا نودي ناس جمهور عادي خالص، لو ما اشتريش بقى انا عندي حق. تمام. طيب بص، انا عندي سؤال اخير في موضوع الكوتشنج ده وبعدين هنرد على الاسئله اللي الناس بعتها. في ريسنت يعني او في ال5 سنين او في ال7 سنين اللي فاتوا دول حصل بوم غير منطقي في عدد الكوتشز في مصر، يعني في العالم كله الامانه. يعني انا فاكر لما كلاب هاوس فتح كان ما بين كل كوتش وكوتش في كوتش والله يعني كان في كوتش انا فاكر كان بيقعد 3 اوض في نفس الوقت، عامل حركه كده هاك عشان يخش في 3 رومز في نفس الوقت يسوق البروجرامز بتاعته. فمش عايز اقول انها نصبايه عشان في ناس ديفينتلي مش بينصبوا يعني، بس في ناس ديفينتلي بتنصب. الكوتشز بقوا كتير قوي وبقى صعب ان انت تفرق ما بين الشاطر والوحش يعني. فلو انت عندك بس اي تريك او اي طريقه تقول لها للناس عشان يتفادى ان هو ما يروحش لحد، لان انا بشوف للاسف في ناس بيخشوا في ديسفانكشنال ريليشن شيب مع كوتش. الكوتش بيفضل يدخله في اللي هي عارف العلاقه اللي بره النصابين بيقولوا عليها، اللي هو بتاعت الفيشنج، اللي هو بتاعت انا الرين مان بتاعك. لو انت نجحت فهو بسبب اللي انا عملته لك، لو انت فشلت فبسبب انت اتدلعت. فبيخشوا في الريليشن دي بيفضل يقعد فتره طويله جدا يدفع فلوس ومفيش اي حاجه بتحصل. فايه اللي ممكن يعني تقولوا للناس عشان يخلوا بالهم من النوع ده من الكوتش؟ بص، هي الفلتر الاولاني ان الكوتش اللي انا رايح له ده يبقى عنده تراك ريكورد، عمل اللي انا عايز اوصل له. اوكي. فده مهم جدا، مش ان هو يبقى سيرتيفايد، مش مهم خالص السيرتيفيكيشن. يعني مش هروح لكوتش عشان هو واخد من مثلا ICF سيرتيفايد كوتش بس هو ولا له علاقه بالموضوع. يعني في ناس بيعملوا بيرنتنج وهم مش ابهات ولا هم يعني. في ناس بيعملوا ريليشن شيب وهم اساسا متطلقين 500 مره او ما اتجوزوش اساسا وبيعمل ريليشن شيب كوتشنج. ففي هنا في شك شوي يعني هنا. او انا شخصيا يعني ممكن يكون هو كوتش شاطر متمكن من ادواته جدا، ولا يشترط ان هو يكون عنده خبره في الموضوع، بس هو متمكن من ادواته بيساعد ناس كتير ماشي. بس انا بقول الفلتر اللي انا هروح له، انا لو هروح لحد ريليشن شيب يبقى حد فعلا قدر يكراك الكود ده وعامل علاقه كويسه مع زوجته مع مراته مع جوزك، يعني يبقى في حد عنده الخبره دي. بيرنتنج يبقى انت في البيرنتنج عندك الاكسبيرينس مع عندك انت شخصيا ومع اللي حواليكي وهكذا. بشوف دايما حد اوريدي دخل المطبخ بايديه وجرب اللي هو بيقوله ده. فدي اول حاجه. الحاجه التانية بقى ان يبقى في بروميس معين. يعني انا داخل ام انجيجين الكوتشنج بروجرام، في بروميس، يعني في حاجه انت بتوعدني هاخدك من النقطه دي ومش هسيبك غير وانت في النقطه دي في خلال مدة زمنية معينة، عشان ما يفضلش الموضوع بقى ايه مش open ended مفتوح ملوش انا بعمل معاك سيشنز ونشوف بقى كل سيشن كده حسب ستيب باي ستيب. لا عشان كده دايما انا بادفايز الكوتشز
انت ككوتش ما تعملش كوتشنج سيشنز، اعمل بروجرام. يعني برنامج بياخد الكلاينت من نقطة وبينتهي بعد 3-4 شهور بنقطة معينة. فيبقى فيه كلير بروميس وفي جيرني هنمشيها مع بعض هنوصل بيها الفري ستايل ده. ده مفتوح، لا بوعدك بحاجة ولا انت اكسبكتنج حاجة. احنا بنشتغل في سيشنز كده بتقعد نفك بلوكس ونعمل بتاع لحد امتى ولحد فين وهنوصل ايه والمشكلة تتحل ازاي ما نعرفش، هنشوف بقى ربنا يسهل واحنا حسب واحنا ماشيين. ده مقلق. تمام. انما لما بتنجيج في كوتشنج مع حد قول لي يعني انت هتوصلني لفين بعد قد ايه. اوكي. المفروض يبقى عارف. لان هو خلي بالك الكوتشنج غير الثيرابي. ممكن الثيرابي او العلاج النفسي بقى او كده ده بقى ياخد وقت طويل حسب الكيس المرضية. ده مرض بقى يعني هياخد علاجه له تراك. انما الكوتشنج ده حاجة يعني جول عايزين نوصل له وهنشتغل عليه بشكل براجماتيك يعني. مش بقى مشاكل نفسية وكده. يبقى انت بتبص على التراك ريكورد بتاع الشخص ده عشان اضمن ان هو قادر فعلا ان هو يديليفر البروميس اللي هو بيقول عليه ده، وتدور على بروميس يكون حاجه مقفوله هنعمل كذا في خلال كذا. تمام. بيرفكت. احنا كده خلصنا التوبيك بتاع الكوتشنج. كان عندنا سؤالين بس هسألهم لك في السريع كده. آية أشرف بتقول دلوقتي أنا عندي سمول بيزنس، أنا اتعلمت إزاي أعمل إعلانات وبصور بطريقة لطيفة معقولة مش وحشة ومش بروفيشنال بس على الطبيعة عشان ثقة العميل. أنا ببيع ترنجات خروج بناتي مطلوبة في السوق والكواليتي بتاعتها كويسة. المشكلة عندي إني مش ببيع أكتر من 40-50 أوردر في الشهر ومش ده اللي أنا عاوزاه. دي تاني سنة في السوق وعاوز أعمل استراتيجية للشغل بتاعي. أقدر أتعلم ده إزاي وفين؟ طبعا ممكن ريكومند ليها ماركتنج ماستري هيساعدها البروجرام هتتعلم اكتر. وطبعا في تفاصيل مش واضحه بس أكيد. هي بتدفع النهارده اعلانات معينه بتعمل 40-50 اوردر وهي ده مش كفايه بالنسبه لها، عايزه تبيع اكتر من كده وتدفع اعلانات اكتر من كده سكيل يعني بس بديهيا يعني مش باين مش حاجه تانية غير كده. يعني هي بتقول انا ببيع برقم قليل اوكي ايه المانع ان احنا نكبره؟ هي واضح ان هي شغاله بتقول بعمل اعلانات بعمل اعلانات، خدت كورس بالاعلانات بعمل اعلانات وبيبقى ب 40 و50. لو الدنيا شغاله او بتكسب يعني بتعمل اعلانات وبتكسب يبقى تزود الاعلانات عشان تبيع اكتر. طب اوكي انا هفترض انها ممكن يكون السؤال بس عشان التفاصيل مش واضحه قوي يعني ممكن تكون قصدها انها بتزود الاعلانات والنتيجه مش راضيه تزيد. هنفترض ده. هنا بقى بنشوف بقى الاعلانات بتعملها ازاي. لان معظم الناس اللي في الكيس بتاعتها بشوف ان هم ما بيبقاش عندهم ويب سايت فبيقعد يعمل اعلانات اللي هي الهدف منها مسجز كامبين الناس تبعت رسائل. فده بيبقى السكيلينج فيه مهلك بقى يعني لما سكيل بيبقى رسائل كتير جدا وغالبا الرسائل دي ممكن نصها هدر مش كواليفايد فبيبقى الموضوع صعب. لما يبقى عندي ويب سايت وبعمل الكامبينز سيلز دريفن يعني الناس تخش على الويب سايت تعمل بيرتشيس هنا الماشين هي اللي بتخدمني. الماشين بتبتدي توجه الاعلان للناس اللي هي موست لايكلي ان هم يخشوا يعملوا بيرتشيس. فالاعلانات بتبقى ماتش مور افكتيف. اوكي. يعني طبعا حسب بقى هي الكيس بتاعتها عامله ازاي. بس دي نقطه بديهيا خلاص طالما هي شغاله وبتبيع باعلانات معينه تسكيل. لو هي بتخسر او الاعلانات هي بالنسبه لها الاعلانات مش جايبه العدد الاوردرز المطلوب زي ما انت بتقول ممكن برضو تراجع انا دايما بسال ودي يمكن برضو المشهور سايمون سينيك في الكتاب ستارت وذ واي لما بيجي حد في كيس زي كده انا بقول له انت ليه بداتي المشروع ده اساسا؟ يعني اشمعنى تيشيرتات مش عارف ايه بناتي ايه اللي شفتيه في السوق تريجر دي وان انت تعملي حاجه زي كده؟ ما انت اكيد عارفه ان في منافسه رهيبه في الحته دي. ايه اللي خلاكي تعملي ده؟ فالقصه اللي ورا الموضوع ممكن تبقى اكسايتنج جدا لطيفه قصه لطيفه جدا. فانا بستخدم القصه دي دايما في الاعلان ويمكن عملنا الحلقه بتاعه البراندنج والستوري وكده. انت ما حكيتيش القصه دي ما قلتيهاش فظهرتي ان انا براند عاديه خالص زي كل البراندات اللي موجوده فمفيش حاجه مميزه. وبعدين هي برضو قالت حاجه ملفتة للنظر انا بصور طبيعي عادي عشان المصداقيه. ده هي كانت كاتبه اقول لك انا كانت قايله ايه بالظبط. هي كانت بتقول انها اتعلمت ازاي تعمل اعلانات وبتصور بطريقه لطيفه معقوله مش وحشه مش بروفيشنال بس على الطبيعه علشان ثقه العميل. فكره ان انا اصور على الطبيعه عشان ثقه العميل دي
يعني ان أنا تعال نبص على البراندات العالميه كلها، هم بيصوروا على الطبيعه ولا بيصوروا بجد في شكل طبعا بيعملوا بروفيشنال؟ فوتوشوت طبعا. يس. يعني الناس دي عارفه بتعمل ايه. يعني الناس دي براندات كبيره، مش معنى ان هم بيصوروا بشكل استوديو او بشكل بروفيشنال ان ده مش ده ضد. بالعكس، ان انا لما اصور بطريقه تظهر حلاوه الماتيريال وشكلها وملبوسه ازاي والاضاءه، ما ده حاجه حلوه. يعني لما بييجوا يصوروا مثلا مجوهرات او بتاع، مش بيجي يصوروا بالفاترينا، بيعملوا فوتو شوتينج وبتاع عشان يظهر الخاتم مش عارف ايه، وما بيقولش لا انا هتصور الخاتم من الفاترينا بشكل عشان يبقى طبيعي وثقة العميل. لا، ملهاش علاقة. يعني ملهاش علاقة ان انا اصوره بشكل طبيعي وثقة العميل. تمام. حاجة متصور بشكل كويس محترم بتدي انطباع حتى ان انت يو كير اباوت يور براند والبرودكت بتاعك، وبتظهر جمالياته والكلام ده كله. ملهاش علاقة. اوكي. فانا اي انكارج ان هي تدور على فوتوغرافر متخصص في تصوير. يبقى انت قلت لها اولا لو بتدوري على حاجه تتعلميها ممكن تاخدي كورس ماركتنج ماستري. ممكن لو انت الاعلانات بتاعتك شغاله وبتبيعي يبقى انت ممكن تعملي سكيلينج، تزودي الاعلانات عشان تزودي المبيعات. لو الاعلانات انت شغاله فيها ومش بتجيب الريفينيو اللي انت عاملاه عايزاه، يعني ممكن تبتدي تكسبلوري. لو انت ما عندكيش ويب سايت تعملي ويب سايت. يعني حاولي تخلي الاعلانات سيلز دريفن، ما هياش مسجز او انجيجمنت او حاجه زي كده. واخر حاجه خالص الفوتوغرافي. يعني صوري بروفيشنال عشان البراند يبان بروفيشنال، ما يبقاش شكله عشوائي كده. اوكي. السؤال التاني عكس بقى السؤال ده خالص. السؤال التاني بقى مليان ستوري. يعني السؤال ده مفيهوش ستوري خالص. السؤال التاني من شيماء. اولا شيماء قعدت يعني مبسوطه جدا من البودكاست. احنا مبسوطين جدا ان انت مبسوطه يا شيماء. ثانك يو فيري ماتش. يعني اتمنى ان انت تفضلي تسمعينا على طول. السؤال بتاعها طويل قوي فانا مش هقدر اقرا كله، بس انا هقول لك يعني ايه المختصر، يعني عشان انا قريته فعلا كله. يعني هي عندها فكرة بيزنس انها عايزة تستخدم الفتنس عشان تعالج مشاكل صحية، بس المشاكل الصحية اللي هي عايزة تعملها تاكلينج مش الوزن والتخسيس والكلام ده. هي عايزة تعالج الكرونيك انسومنيا اللي هو الأرق المزمن. يعني تمام. هي بقى لها سنين بتحاول تلاقي لها حلول غير الأدوية، لأن هي شخصيا متأثرة جدا بالمشكلة دي. يعني هي عندها المشكلة دي وعاملة لها مشاكل صحية ومأثرة عليها على الحياة العملية والمهنية وكل الكلام. بقى لها 5 سنين مثلا. فابتدت تدرس وتتعلم كتير في الموضوع وتعلمت تولز كتير ساعدتها، حاجات تمارين اكل و بس هي ايه، هي لسه ما حلتش الحل النهائي اللي بالنسبه لها هي شخصيا على الاقل 100%. فهي بتسال بقى دلوقتي هل اعمل اونلاين كورس واوري للناس الديلي اكتيفيتيز اللي ممكن يعملوها عشان يعرفوا يناموا كويس مثلا، وهل للمصداقيه يعني يصح انها تعمل دلوقتي وهي لسه نفسها ما حلتش المشكله 100%؟ بص، هي في هنا بقى ايه 3 مسارات. ماشي. المسار الاول ان هي she is very excited about المشكله وعندها شغف كبير ان هي تساعد الناس لان هي تعبت منها جدا، بس هي لسه ما حلتهاش، بس هي عايزه تعمل حاجه. فهنا هنقدم السيرفيس او البرودكت من خلال ناس متخصصين ويقدروا يقدموا الحل. فانا هنا بنسميها انا المنتج مش المنتج. يعني عجباني الفكره وهجمع كل خبراء الارق والكلام ده يسجلوا كورس مثلا. هعمل كورس في خبير الفلاني والخبير الفلاني والخبير الفلاني بيديليفروا تيبس عشان تتخلص من مشكله الارق. مش انا اللي بديليفر. فالمصداقيه كامله هتيجي من الخبراء اللي انا جمعتهم دول. او هعمل موقع تقدر تخش فيه زي مثلا شيزلونج وبتاع، تحجز فيه سيشن مع خبير في النوم او الارق يدي لك نصايح ويساعدك. فانا بليد البيزنس. بس مش بقدم يعني مش انا اللي بقدم الحل. انا بجيب حد يقدم الحل. بالظبط. اوكي. المسار التاني ان هي هتصبر شويه وستيل تقعد تدور لحد ما تكراك الكود وتحل مشكلتها بشكل جذري. فبقى هنا بقى هتنطلق انطلاقه بايمان ومصداقيه وحدوته وقصه. انا بعافر لحد ما لقيت الكراك الكود ده وعايز اقدمه لكم على طبق من ذهب، وهنا هتكسر الدنيا. ماشي. فتصبر شويه. المسار الثالث بقى اللي هو ممكن يبقى وسط ما بين ده وما بين ده، ان هي تستارت بلوجينج. تاخد شانل من الشانلز وليكن انستجرام مثلا وديلي فلوجز. انا بعمل ايه علشان اتخلص من الارق اللي عندي واخلي متابعين. بس عادي، انا واحد طبيعي جدا عندي تشالنج في الحياة
وبوريك وانا بعمل ايه كل يوم عشان احاول اتخلص من التشالنج ده. زي الناس اللي بتبقى عايزه تخس بتقعد تصور كل يوم لعبه رياضه ايه كلت ايه، نوع من انواع البير سبورت او انا ببني اودينس وبخليهم يشجعوني. في يوم ما هكراك الكود، بس ساعات لما كراك الكود بقى انا ورايا جمهور قد كده بيتابعني وشافني وشاف رحلتي وانسبايرد باي ترانسفورميشن اللي حصل، فوانس ان انا اقول يا جماعه انا بقدم بقى سيرفيس معينه، خلاص احنا جاهزين عندي بقى. جمهور وشايف المصداقيه وشايف الرحله وشايف الدوكيومنتيشن اللي ورا الموضوع، هتكسر الدنيا. عظمه على عظمه. تبدا انستجرام تشانل وتقول يا جماعه انا ببدا الشانل دي عشان عندي تشالنج في الارق وبحاول احله وبدرس كذا وبقرا كذا، وده الكتاب اللي انا بقراه النهارده، ودي التip اللي اتعلمتها النهارده، وده الاكل اللي انا اكلته النهارده، وده الروتين بتاعي الصبح، وده الروتين بتاعي بالليل، وده الشاي اللي بشربه، وده الاعشاب اللي مش عارف ايه. والنهارده جالي ارق لمده ساعتين، بكره جالي ارق لمده نص ساعه، ايه ده في بروجرس تمام، ايه لا امبارح اترديت تاني، وممكن تبكي وتجو فول تشو البيرسوناليتي والتشالنج بتاعها بدون اي تجميل ولا محاوله ان انا ابان ان انا هيرو. عادي ممكن يوم افشل يوم انجح طبيعي تماما، بس انا ام دوكيومنتنج ماي جيرني لحد ما افايند ذا سولوشن. بالظبط، مش بقدم حاجه على اساس ان انا دكتور او على اساس ان انا لقيت العلاج ولا اي حاجه خالص. انا مش ببيع خدمه، انا كل اللي بقوله بس انا ده اللي انا بعمله يا جماعه. اللي عايز يقلدني اهلا، مش عايز يعني يقلدني براحته، لحد ما انت زي ما تقول اكراك ذا كود وبعدين احوله للبرودكت واقدمه. يعني انا شخصيا اكسايتد جدا ان انا اشوف ايه اللي هيحصل في القصه دي. بليز لو فعلا عملتي اي اختيار من الثلاثه دول ابعت لنا على يعني الميل، ابعتي لي بس قولي لي مثلا انستجرام اكاونت او حاجه زي كده عشان نبص نشوف البروجرس بتاعك. ثانك يو. اخر سؤال كان ظريف جدا، كان جورج كيرولوس بيقول لي طارق هو انتوا لسه في ديسكاونتس على الكورسز؟ بعت له قلت له يس، بس عشان لو في ناس تانية بتسمع يعني عايزين يعرفوا البودكاست ديسكاونت ستيل فاليد، ابعت لينك على contact@passionpoint.co، اكتب في السبجكت كلمه يعني بودكاست ديسكاونت، وفي البادي اكتب اسم الكورس اللي انت عايزه، سواء كان ماركتنج ماستري او كان باشن تو بروفيت اكسلريتور. التيم بتاع باشن تو بروفيت هيرد عليك باللينك بتاع الديسكاونت، وتقدر تريديم الكورس بتاعك في خلال يعني 48 ساعه. بس جورج اتمنى ان انت تكون لقيت الكورس المناسب ليك وتكون مستمتع بيه ان شاء الله. وبكده هنختم الحلقه بتاعت النهارده. انا انبسطت تهمي. ثانك يو ويلكم باك يا باشا. نتمنى الناس اللي بتسمع تكون استمتعت. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. واوبفيسلي لو عندكم اسئله ابعتوها على طارق@passionpoint.co. يا جماعه طارق TAREK طارق مش كريم، عشان في حد كان فاكرني اسمي كريم ما اعرفش ليه. يلا يا شباب، اوكي، يلا مع السلامه. شكرا.